ليه تتعلم ألماني؟ سؤال ناس كتير بتسأله نفسها قبل ما تبدأ تتعلم أو لو حتى بتفكر تتعلم. هنتكلم بس عن حاجتين في الفيديو ده. أول حاجة ويمكن منتشرة بين الناس كلها دلوقتي وهي الكول سنتر. انت لو اتعلمت ألماني دلوقتي اغلب الكول سنتر محتاجة ناس كتير جدا بطريقة غريبة، ومرتبات الألماني طبعا مفيش كلام عليها. اظن رقم واحد ناس كتير عارفة هي بتوصل لكام دلوقتي. رقم اتنين يا صديقي، انت لو اتعلمت ألماني ألمانيا بتفتح لك فرص دراسة وفرص شغل لا حصر لها. بجد في اقبال رهيب على الدراسة هناك وعلى الشغل هناك. وانت طالما خدت شهادة اللغة او طالما اتعلمت ألماني انت قطعت 3/4 الطريق بالمعنى الحرفي. فانت في تلك الحالتين انت مش خسران حاجة. لو اتعلمت ألماني بس تتعلم بقى بجد، مش تروح توصل مثلا لمستوى الاتسفاي او البي اينز وتقف على كده وتقول انا عايز بقى ايه اسافر او انا عايز اشتغل. في سفر على مستوى البي اينز بس انت بتحتاج برضو انك تكمل البي تسفاي. انت مش بتقف كده. هنا في مصر ممكن توصل للبي اينز وتشتغل برضو في الكول سنتر بس محتاج منك يكون اللغة بتاعتك كويسة. طيب يبقى انت كده مستفاد في الحالتين. عايز تسافر بره وتدرس وتشتغل مش مشكلة، عايز تقعد هنا في مصر وتشتغل بمرتبات حلوة جدا وكارير كويس جدا برضو مفيش مشكلة. يبقى انت في تلك الحالتين مستفاد. متنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.